يا ترى الشهرة والفلوس يعوضوك عن حضن عيلة كنت جزء منها، ولا الندم بيفضل يطاردك مهما عليك؟ النهاردة هنحكي قصة فيلم لين باك، نجم موسيقى اللي العالم كله بيسقف له، بس هو من جوه عايش في سجن من الندم. قصة بتبدأ بغلطة عمرها 8 سنين وبتتغير حالها بمكالمة واحدة بترجعه المكان مكانش متخيل انه هيدخله تاني. جهزوا نفسكوا لحكاية فيها مزيكا، مواجهة، وطفلة هتعلمنا ان الفرصة التانية ساعات بتبقى هي الفرصة الأخيرة. بنرجع بالزمن 8 سنين ونشوف مين باك تاني، بس المرة دي مش الشاب الغلبان بتاع البلد، ده بقى سوبر ستار، نجم موسيقى حفلته بيحضرها ملايين وصوره في كل مكان. بس لو قربت من عين لين هتلاقي فيه ضلمة غريبة. هو عايش في فنادق فخمة بس ملوش بيت، بس ملوش حبيبة. لين بقى مدمن شغله وكحول عشان يهرب من صوت ضميره، والحاجة الوحيدة اللي بتربطه بماضيه هي موبايل نوكيا القديم. شاشته مكسورة بس هو لسه محتفظ بيه، بيسمع الرسالة اللي جوزاء سابتها له يوم ما مشي. رسالة كلها عتب ودموع، كانت هي اللحن الوحيد اللي بيخليه يحس انه لسه بني آدم. وفجأة القدر بيدي لين كف على وشه عشان يفوقه. يعرف من الأخبار إن أعز أصحابه ميسون مات في حادثة. ميسون كان الوحيد اللي فاضل من ريحة الماضي. لين بيقرر يعمل حاجة لمستقبل الفن، بيلغي جولته الغنائية وبيركب عربيته وبيرجع لبلده القديمة. أول ما بيدخل البلد بيحس إن الحيطان بتبصله بكره. بيروح الجنازة وهو لابس نضارة وكاب، مش عاوز حد يعرفه، بس هو اللي عينه بتقع على جوزاء كانت واقفة هناك لسه بجمالها اللي بيخطف. بس الصدمة إن كان واقف جنبها طفلة صغيرة، بنت عندها حوالي 7 سنين، شعرها وشكلها وتفاصيلها بتقول إنها نسخة من لين. في اللحظة دي الدنيا دارت بلين، هي ممكن تكون ده معقول؟ بعد الجنازة لين ما بيقدرش يستنى، يروح لجوزاء محل الورد بتاعها. جوزاء أول ما شافته ملقتش فيه النجم المشهور، لقيت فيه الندل اللي سابها، ومن غير ولا كلمة اديت له بوكس في وشه. وقع على الأرض. ما كانش زعلان، كان حاسس إنه يستحق أكتر من كده. بيحاول يتكلم معاها بس هي بتقفل كل الأبواب، بتقول له إحنا مش محتاجينك، عشنا 8 سنين من غيرك وهنكمل. بس لين بيسألها سؤال: مين البنت اللي كانت معاك؟ جوزها بتبصله بوجع وبتقول له: دي بيلي، بنتك يا لين، البنت اللي انت هربت قبل ما تعرف بوجودها، واللي أنا قررت أربيها بعيد عن شهرتك وهروبك. تخيل تبقى نجم العالم مش عارف تفتح كلام مع طفلة عندها 7 سنين. لين بيبدأ يحاول يقرب من بيلي. بيلي ما كانتش طفلة عادية، كانت ذكية جدا. أول مرة يتكلم وقالت له: أنا عارفة أنت مين، أنت الراجل اللي في الصورة، وأنت بابا اللي ما كانش موجود. الكلام كان زي السكينة في قلب لين. بدأ ياخدها من محل آيس كريم، بدأت تسأله أسئلة محرجة عن حياته وشغله. لين اكتشف إن بنته بتعزف مزيكا حلوة قوي، وإنها ورثت منه الموهبة، بس ورثت من أمها القوة. ونشوف لين وهو بيقلع طوب النجومية وبيلبس طوب الأب اللي بيحاول يتعلم يعني إيه مسؤولية لأول مرة في حياته. لين لقى نفسه قدام اختبار أصعب من وقفة المسرح، اختبار إنه يكون أب البنت بتفهم في لغة العلم أكتر من الكبار. لين قرر إنه مش هيهرب المرة دي. سكن في بيت أبوه القسيس اللي كان بيعلمه إنه غريب. بدأ يروح لبيلي كل يوم. لين خد بيلي يتغدوا سوا، وهناك البنت سألته سؤال ذكي جدا: انت ليه مشيت يا بابا؟ احنا ما كناش كفاية؟ لين في اللحظة دي اتصدم بكلامها وبدأ يحكي انه ما كانش عارف انه اب، انه كان خايف من نفسه ومن فشل، وعد انه هيحاول يعوضها عن كل ثانية غاب فيها. بيلي بدأت تفتح قلبها وخدته الأوضة بتاعتها ووريته إنها بتعزف بيانو. وهنا لين اكتشف إن بنته مشروع فنانة عبقرية. بدأوا يعزفوا سوا، واللحن اللي طالع منهم ما كانش مجرد مزيكا، ده كان حبل بيلم شمل عيلة اتقطعت من السنين. وزاء كانت واقفة بعيد بتراقبهم ودموعها مكتومة لأنها شايفة حلم عمره ما هيتحقق قدام عينها، بس لسه في خوف جواها. خايفة لين النجم يظهر في لحظة وياخد لين الأب ويمشي. في ليلة خرجوا سوا وراحوا لمكانهم القديم. هناك لين طلع الموبايل النوكيا القديم المكسور وقال لها: انت عارفة الموبايل ده ليه لسه معايا؟ عشان عليه أغلى حاجة أنا بملكها. وشغل لها الرسالة الصوتية اللي هي سابتها يوم ما هرب من 8 سنين. وزاء سمعت صوتها وهي بتعيط وبتقوله إنها لسه بتحبه رغم وجعها. ولين اعترف إنه كان بيسمع الرسالة دي كل يوم في غربته عشان ما يتوهش من نفسه. في اللحظة دي القلوب اتفتحت لبعضها بجد، وعرفوا إن الحب مش مجرد ذكرى، ده نار لسه قايدة تحت الرمل. لين بدأ يندمج في البلد، بقى يلعب كورة مع الشباب، يروح الكنيسة مع أبوه، ويحس لأول مرة إن بني آدم طبيعي مش مجرد نجم. بس الحلو ما بيكملش. بيلي في يوم وهي بتاكل حصل لها حالة شد مفاجئة، بدأت تقطع النفس. لين في اللحظة دي مش عارف يعمل ايه. الرعب شل حركته وحس إنه فاشل وإنه مش قد مسؤولية روح بين إيديه. جوزاء هي اللي أنقذت البنت
وبصت لليم نظرة عتاب خلت دموعها تنزل. ليم حس إن ليم القديم الجبان اللي لسه عايش جواه، وإن العالم بتاع الشهرة نسيه إزاي يكون راجل في المواقف الصعبة. بسبب الموقف ده ضغط مدير أعماله اللي كان بيكلمه 24 ساعة عشان يرجع يغني عشان العقود والملايين. ليم ضعف، ساب جواب لجوزاء وهرب للمطار في نص الليل. جوزاء صحيت لقت الجواب وحست إن السكينة اتغرزت في قلبها. للمرة التانية قالت لنفسها أنا اللي غلطانة، أنا اللي صدقت إن ليم ممكن يتغير. وهو في المطار وماسك تذكرة للندن تليفونه رن، كانت رسالة من بيلي. البنت كانت بتقوله بصوتها الرقيق بابا أنا بحبك ومستنياك ترجع عشان نعزف الأغنية اللي بدأناها. الكلمة دي عملت في ليم إن كنوز الدنيا كلها ما يقدرش يعملها. قطع التذكرة ورجع البلد بقلب جديد في حفلة ضخمة جدا لليم باج، بس المرة دي الحفلة في بلد وسط أهله. ليم وقف على المسرح وبدل ما يغني لوحده بيقدم للجمهور أهم شخص في حياته. بيلي بتطلع تقعد على البيانو وليم بيمسك الجيتار وبيغنوا أغنية سوا. وزاء كانت واقفة في الكواليس بتبتسم، والمرة دي كانت عارفة إن ليم مش هيمشي تاني لأنه أخيرا لقى البيت اللي ما يهونش عليه يسيبه. نهاية فيلمنا قصة ليم وجوزاء بتعرفنا إن البعد ما بيقتلش الحب، اللي بيقتله هو الخوف. وإن الرجولة مش إنك تنجح في شغلك، الرجولة إنك تكون السند للناس اللي بيحبوك في أعز لحظات ضعفك. ليم خسر 8 سنين من عمر بنته عشان يدور على نفسه، ولما لقى نفسه اكتشف إنها كانت دايما مستنياه في عيون بنته وحبيبته. نهاية فيلمنا دي مش مجرد قصة نجم مشهور رجع لحبيبته، ده درس قاسي في تمن الهروب. ليم باج عايش 8 سنين وهو في نظر العالم أسطورة، لكن في نظر نفسه كان واحد تاني. النجاح الحقيقي النجاح اللي بتبنيه على جذب مشاعر أقرب الناس ليك، هو في الحقيقة أكبر فشل ممكن توصل. ليم اكتشف إن الآلاف على المسرح ما يسووش نظرة فخر واحدة في عين بنته بيلي، وإن الهروب من المسؤولية ما بيخليكش حر، ده بيخليك سجين لندمك طول العمر. الحياة كريمة جدا لدرجة إنها ممكن تفتح لك باب كنت أنت اللي قفلته بإيدك، بس الفرصة دي مش بتيجي للجبان، بتيجي بس اللي عنده شجاعة يواجه غلطة ويعتذر ويحارب عشان يثبت إنه اتغير. جوزاء معلمتش ليم الحب بس، دي علمته إن البيت مش عنوان في البطاقة، البيت هو المكان اللي ناس بيقبلوا بيك وانت مكسور قبل ما يقبلوا بيك وانت نجم. دي كانت حكاية ليم وجوزاء، حكاية عن الغلط والندم والفرصة التانية. بنتعب جدا عشان نجمع لكم التفاصيل دي ونحكيها بأسلوب كأنك شفت الفيلم وعشت جواه. لو عجبتك طريقة في الفيلم ما تبخلش علينا بلايك واشترك في القناة، عيلتنا تكبر بيك. وقولنا في التعليقات لو مكان جوزاء كنت هتسامح ليم بعد ما هرب للمرة التانية ولا كنت هتقفل الصفحة. استنونا في ملخص فيلم جديد يلمس قلبكم. خليك قريب.